عندي خبرين، واحد حلو والتاني مهبب. ابدأ يا اخويا بالمهبب عشان نرم بالحلو. المهبب ان رضوان عرف ان امي وخالتي سميحه هم اللي سرقوا التليفون وشافهم وهم بيحرقوه. يبقى الحلو انهم لقوا التليفون وحرقوه يا توح. اسم الله عليك، صح. طب وايه اللي جاي بعد كده؟ انا اقول لكم اللي جاي ايه. اللي جاي ان رضوان البرنس معلقنا من رجلنا جثث وسط الشرابيه، واولنا فتحي وياسر. لا هو ولا اللي يشدد له. يا عم سيبك منه يا عم، ده عيل عويل فاكر كل الناس زيه وشبهه. طب ومش ممكن التسجيل ده يبقى مع حد تاني؟ لو التسجيل مع حد تاني كان هيبقى مع الحكومه، ولو مع الحكومه كان زماننا كلنا في كلبوش دلوقتي. انا شايفه ان انتوا عاملين كونسولت حكمه وكل قاعد يسأل ويشخص، وتمامه ان انتوا تفكروا في اللي جاي. ايه يا توح؟ هي ليه عيلتك كلها بتفكر في اللي حصل مش اللي هيحصل؟ انا عارف يا اختي، اهم قدامك اهم، اساليهم. ما انتوا سامعيني، ما تجاوبوا. بقول لك ايه، سيبك انت من الكلام ده كله، انت عسل. وده وقت امه؟ وانت كمان يا اختي عسل، بس خليكوا في المصيبه اللي انتوا فيها. قبل اي حاجه بس الجزء اللي في الحمام دول هنعمل فيهم ايه؟ هنقتلهم طبعا. انا مش عايز اسمع لك صوت ياما، تقعدي مستمعه بس، مش عايز اسمع لك راي. انا معاه بصراحه. قسما بالله ما حد فيهم هيتقتل، اقتلونا انا الاول. انتوا القتل بالنسبه لكم ايه؟ لعبه كوتشينه؟ بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا حبيبي، ما حدش هيتقتل. ياسر هاتهم لي من جوه. اهدى يا حبيبي، اهدى. بص يا عادل، انت شمام يالا، شمام، دمك بيجري في البودرة، دمك وبيتك وجيبك. يعني اللي زيك المفروض يحط لسانه جوه بقه ويمشي جنب الحيط، عشان لو لسانه طلع ولوش ولا قال اي كلمة ما تعجبنيش، وعرش ربنا لبلغ عنك واحبسك، وهقول لهم عيل شمام وكذاب. طب افترضنا ان انت ما سمعتش كلامي وما خفتش منه وجريت على بيتك ورميت كل اشيائك وبطلت لك يومين ثلاثة، هترجع تاني يالا؟ ما انت مدمن. ما انت لو كنت عاوز تبطل كنت بطلت من زمان يا روح امك. خليك بقى في الدماغ دي وتخيط لي بقك ده، عشان بقك ده لو اتفتح. ياسر، مسحت التسجيل من على تليفونه؟ حصل. اديهوله واديله مفتاح عربيته. انت بقى يا نورة للأسف مش شمامة ولا دمك بيجري فيه البودرة، بس عندك اللي يوجع أكتر، حمادة، حب القلب، حمادة الحرامي. حمادة في السجن يا نورة مش في الملاهي، واللي حواليه دول مساجين مش دكاترة سنان، وفيهم عيال شمامة كتير زي عدول أخوكي. أخليهم يذبحوا وحزنك انتي وامه واخته عليه. ما هو مش هيعز عليا، ما يجيش اغلى من اللي راحوا. بس انت حبيبتي مش هتعملي كده، مش هتعملي كده، مش هتزعليني، مش هتفتحي بقك خالص، عشان لو اتفتح هيموت، واحنا عايزينه عايش يا نورة. ماشي يا حبيبتي؟ مسحت التسجيل من على تليفونها يا ياسر؟ ما كانش موجود اصلا، احتياطي فرمت التليفون. اديهولها. يلا يا ابني، خد اختك وصلها في سكتك، وخلوا بالكم من بعض واطمنوا.
تليفون رضوان انا خدته خلاص وحرقته، يعني التسجيل بح. يلا حبايبي يلا عشان ما تتاخروش، يلا خد اختك وصلها، يلا يلا. ما تنسوش تطمنوني لما توصلوا عشان بقلق. طب وانت ضامن ان هم مش هيتكلموا؟ عبير دي اللهم صل على النبي، اسكاكوا كلكوا يا توحه. شفتي؟ بتتريقي صح؟ لا العفو ياما، العيال عملوها على روحهم يا عبير، يعني اكيد مش هيفتحوا بقهم. قلت لي محدش لمسه بعد رضوان، ها؟ يا عمري عسل. يبقى تندهي لي على مسعود بقى وتركزوا لي كلكم، عشان خلاص الحكايه بتخلص.